أهلا بيكم في الفيديو الثاني وحلقة جديدة من كورس الإنجليش التأسيسي للمبتدئين. في الفيديو ده هنعرف إمتى نستخدم أو an قبل أي noun. طب يعني إيه nouns؟ الناونز في الإنجليش 4 حاجات: people أشخاص، places أماكن، things أشياء، animals حيوانات. طب إيه هي أو an؟ أنا بستخدم أو an قبل الناون السنجولار المفرد لما بتكلم عن حاجة في العموم مش حاجة محددة. على سبيل المثال لو قلت I read a book، أنا قريت كتاب، ما حددتش أنهي كتاب بالظبط، فده general عام. على سبيل المثال برضو I play a game، ما حددتش أنهي جيم بالظبط، سبتها عامة. لكن شرط أساسي لاستخدام أو an أكون بتكلم عن حاجة singular مفرد. يلا بينا دلوقتي نتدرب على شوية أمثلة هنستخدم فيها الأ والآن. A cat، a cat. A book، a book. An apple، an apple. An umbrella، an umbrella. دلوقتي تعالوا نعرف امتى بقدر استخدم الأ وامتى بقدر استخدم الآن قبل الناون. أخدنا زمان في المدرسة إني بستخدم الآن قبل ال5 حروف الفاولز اللي هما A، E، I، O، U، وبستخدم الأ قبل الحروف الكونسوننت. لكن قاعدة الA والآن بتعتمد أكتر على أصوات الحروف مش أسمائها. زي مثلا لو لقيت الحرف اللي قدامي صوته vowel بستخدم an، لكن لو صوته consonant بستخدم a. طب ايه هي الأصوات الفاول؟ الأصوات الفاول زي a، e، o، دي الأصوات الفاول. لو لقيت نفسك بتنطق الصوت ده في بداية الكلمة استخدم an. ما لقيتش نفسك بتنطق الصوت ده ونطقت أي صوت تاني استخدم a. عشان نوضح أكتر القاعدة تعالوا نشوف الإكزامبلز دي. أول مثال عندي university. university بدأ بحرف اليو، وإحنا عارفين إن حرف اليو من الحروف الفاولز. لكن هل لما جيت أنطقه نطقت صوته فاول؟ هل قلت أ أو A أو O؟ أبداً، أنا قلت university. university، عشان كده استخدمت له أ مش أن. تعالوا نشوف مثال تاني. كلمة uniform. uniform بتبدأ برضو بحرف اليو، لكن لما جيت نطقت حرف اليو ما نطقتوش بفاول ساوند. بص هنا على كلمة umbrella. umbrella برضو بتبدأ بحرف اليو، لكن لما جيت نطقتها قلت a umbrella. يبقى زي ما قلنا لو هننطق أول حرف vowel sound يعني هنطقه A، O، بنستخدم an. تعالوا نبص على المثال ده. our بتبدأ بحرف ال H، واحنا عارفين كلنا ان حرف ال H من حروف الكونسوننت. لكن الحقيقة ان our حرف ال H هنا silent يعني مش بيتنطق، فبقول our نطقتها vowel sound. عشان كده our أخدت an مش a. an our. مثال على حرف ال H horse. حرف ال H هنا مش silent فنطقته بصوته اللي هو ه horse. عشان كده لما اجي هقول a horse. يلا بينا نحاول نشوف الأمثلة دي كلها هتاخد A ولا an. book. a book. park. a park. elephant. elephant. هنا هنستخدم A ولا an؟ استخدمنا هنا an عشان أنا بادئة بصوت vowel اللي هو elephant. an elephant. doctor.
a doctor. orange orange. أنا بدأ الكلمة ب O وده صوت vowel فهستخدم an orange. universe. رغم ان universe بدأ باليو لكن صوت اليو هنا مش vowel. universe فهستخدم a universe. ice cream. I بدأتها بvowel sound عشان كده هستخدم an ice cream. دي نهاية الفيديو. أتمنى دلوقتي تكونوا عرفتوا إمتى نستخدم أو an قبل النوم. شكرا لكم، أشوفكم الفيديو الجاي. كونسبت اتعلم إنجليزي صح.